بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ويعود عليكم الايام بخير. اول يوم رمضان طبعا احنا عارفين ان هو غير اي يوم. الناس كلها تقريبا بتكون عامله محشي في فطار اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بخير. هنعمل النهارده محشي الكرنب ومعاه شويه لحمه محمره كده وشويه شوربه لسان عصفور. طبعا تقدروا تغيروا اللحمه ببط بفراخ، اللي موجود واللي انتوا عايزين تعملوه. اول حاجه هنبدا نولع عليها او نجهزها هي اللحمه بتاعتنا. هحط معايا معلقه زبده ومعلقه زيت. اول ما يسخنوا هنزل عليهم باللحمه بتاعتنا، تاخد صدمه كده اهوت، واقلبهم واشوحهم مع الزبده والزيت لحد ما لون اللحمه يغير. اهم حاجه بس تكون الحله بتاعتنا سخنه عشان تقفل المسام بتاعت اللحمه على طول، وما تنزلش الميه بتاعتها وتنشف معايا. نزلت كده عليهم بورقتين من اللورة وشويه من الحبهان او الهيل. مش هقلب اللحمه غير لما تاخد لون. اول ما يبدا لونها يغير كده من تحت هبدا اقلبها على الاتجاه التاني لحد ما كلها تاخد لون، اللي هو اللون كاننا بنحمرها. شايفين؟ هو دوت اللون اللي انا عايزاه. الخطوه ديت بتخلي طعم الشوربه حلو جدا، وبتطلع معايا شوربه حلوه جدا ولونها حلو وطعمها كمان حلو. بعد كده خلاص اللحمه ما اخدت لون، هنزل عليها مجهزه معايا بصلايه متقطعه شرايح وحبه من الطماطم وحبه من الجزر، مقطعاهم كده شرايح بالشكل ده. هنزل عليهم على اللحمه كده واشوحهم تشويحه بسيطه كده مع اللحمه. وهكون مجهزه معايا ميه سخنه مغليه وهنزل عليها على اللحمه على طول. لازم تكون الميه هنا سخنه. هحط الميه يدوبك تغطي كده اللحمه، وبعدين هسيبها تغلي تقريبا 5 دقايق مع بعض على نار عالية. وأول ما تبدأ تغلي ههدي النار عليها خالص، واسيبها على نار هادية خالص تقريبا لمدة ساعة. لازم تغلي الأول كده على نار عالية الأول. ههدي بقى كده عليها خالص تستوي براحتها لحد ما أبدأ أجهز الخلطة بتاعة المحشي أو التسبيكة بتاعة المحشي. معايا هنا معلقة كبيرة من الزيت، عليهم مكعب كبير من السمنة البلدي أو الزبدة أو السمنة اللي موجود متوفر عندكم. معايا هنا 3 حبات كبار من البصل مقطعاهم قطع صغيرة. هبدأ اشوحهم كده بس لحد البصلة ما تدبل معايا. انا يا دوبك بس عايزاها تدبل، يعني مش عايزاها تاخد لون ولا اي حاجة. هكون مجهزة معايا 4 حبات من عصير الطماطم. وهنا الطماطم في التسبيكة بتاعة المحشي احنا ما بنضربهاش، ما بنفرمهاش فرم ناعم او بنصفيها. احنا يا دوبك بس بنضرب الطماطم، اسيب فيها قطع صغيرة كده. بتخلي التسبيكة معايا حلوة جدا. حطيت عليهم شوية كده من الشطة. هاسيبها بقى لحد ما تتقل خالص. واعرف ازاي انها اتسبكت لما الاقي الزيت فصل كده على الوش، اعرف ان هي اتسبكت وجهزت معايا. على ما تكمل سوا بتاعها هبدا بقى اسلق الكرنب بتاعي. معايا ميه سخنه مغليه، حطيت عليهم معلقه من الملح ومعلقه من الكمون. انا بحب اجيب الكرنب اللي هو بيكون الصغير او الوسط دوت على قد مقاس الحله اللي بيكون موجوده عندي. ما تخافوا الكرومبايه بجد بترمي ورق كتير، يعني ما تقوليش ان هي صغيره مش هيكون فيها ورق ولا حاجه. بالعكس والله ده بتكون احسن من الكرومبايه الكبيره. بتطلع معايا ورق كتير، والخطوه دي بتبقى حلوه جدا. بدل ما اقعد افكك ورقه ورقه ويتقطع مني، بحطها على طول في الحله وتطلع الورقه سليمه زي ما هي. خلصت الكرومبايه الاولانيه وهعمل كده الكرومبايه التانية. شايفين يا بنات الورقه بتطلع زي ما هي، يعني ولا بتتقطع معايا ولا تتهري ولا اي حاجه. ويا دوبك الورقه بتقعد تقريبا دقيقه، يعني دقيقه وبطلع الورقه ورقه ورقه كده اهوت على كل اتجاه. دقيقه واحده بس. هنبدا بقى نجهز المحشي بتاعي. هشيل العروق اللي هي التخينه اللي بتكون موجوده كده في الورقه، واساوي الورقه واقطع الاطراف اللي هي الصغيره اللي بتكون فوق دي. دي برضك بتكون فيها عروق ناشفه شويه. وهنبدا نقطع الورق بتاعنا على حجم الصباع اللي احنا عايزينه. عايزين تطولوا اكتر من كده او تقصروا اكتر من كده براحتكم، بس انا كنت شايفه ان الحجم ده بيكون مناسب. خلاص بعد ما عملنا الكميه كده كلها هنبدا بقى نفرد الورقه بتاعتنا. هنقطعه كده بالشكل دوت على قد برضك حجم الصباع اللي احنا هنحشيه. ما تكبروش الورقه قوي عشان ما يطلعش الصباع تخين قوي معاكم،
ومش هيستوي يعني كمان، يعني انا بيكون شايفه الحجم ده كده كويس. شايفين الورقه بتكون قد ايه؟ خلاص بعد ما قطعت بقى كده الكميه بتاعتي كلها، وخلاص التسبيكه هنا كانت اتسبكت وخلصت. معايا كيلو من الرز، هننزل عليهم بالتسبيكه او الطماطم بتاعتنا واحده واحده. مش هنحط الكميه بتاعه التسبيكه كلها مره واحده، لو حطيناها ممكن تطلع الصلصه كتير على الرز. فانزلوا على الرز كده بالتدريج، ولو احتاجتوا صلصه تاني زودوا. وكمان كان معايا ربطه من الشبت والكزبره، حطيتهم كلهم كده على الرز. وهنبدأ بقى نحشي المحشي بتاعنا. طبعا محشي الكرنب من اسهل المحاشي اللي تقدروا تعملوها، اي ورقة تقدر تتلف معاكم بكل سهولة. شايفين؟ وطبعا احنا لما بنقطعه كده بنسهل جدا على نفسينا اللف، طريقة اللف. شايفين؟ هناخد ورقة ورقة كده ونلفه بالشكل ده، سهل جدا في لفه وما بياخدش وقت خالص، وسهل وسريع. هنخلص الكمية كلها بنفس الشكل ده وبنفس الطريقة دي. لو حد عنده طريقة تانية بيعمل بيها محشي الكرنب يعرفنا. انا اعرف ان في ناس بتحط توم في المحشي، بس لا، انا ما بحبش التوم بجد فيه. جربتها مرة وما عجبتنيش خالص، فاحنا استخدمنا البصل بس. هنبدأ بقى نجهز الحلة بتاعتنا، هنرص فيها المحشي بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. وعندي بقى الشوربة بتاعتي كمان كانت خلصت وجهزت. المحشي طبعا التوابل اللي احنا حطيناها عليها، حطينا الملح والفلفل الاسود وكمون. خلاص كده خلصت انا الكميه بتاعتي كلها. معايا بقى الشوربه، اهم حاجه لازم تكون سخنه. وهبدا انزل بيها كده على المحشي، ومش هنملى الحله بتاعتنا كلها على الاخر. بنحط الشوربه لحد الصف اللي قبل الاخير من الرصه بتاعتنا. هيطلع معاكم مستوي وحلو جدا ومظبوط ومفهوش ميه، وبيكون طالع تمام. هنسيبه لحد ما يغلي، وبعدين اول ما يغلي نهدي عليه النار. تقريبا هيقعد له مش اقل مثلا من 35 او 40 دقيقه. وبس. وده كده كان خلاص شكله بقى بعد ما خلص. هنقدم معاه اللحمه، وعملت معاه كمان شويه شوربه لسان عصفور، بتبقى حلوه جدا مع الفطار، بتبقى كده خفيفه. وده كده شكله النهائي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، جربوها وقولي لو في طريقه تانية بتعملوا بيها المحشي. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده.